صباح الخير يا جماعة، هاخدكم معايا في ايام في الاجازة. بس الايام دي مش ايام عادية، عندي حاجتين مهمين يا جماعة هيحصلوا. اول حاجة هقدر اقول لكم عنها دلوقتي وهي مسابقة الروبوت. تاني حاجة بجد لازم تتحمسوا ليها جدا عشان انا متحمسة ليها جدا. مسابقة الروبوت في اسكندرية هتتعمل بعد يومين بالظبط. النهاردة عندنا المسابقة التجريبية دي في الأكاديمية، احنا بنعملها علشان الولاد يحسوا بأجواء المسابقة وكده قبل ما نروح يعني، وبيعرضوا عروضهم وكده. عشان لو في حد مش فاهم، انا يا جماعه مدربه روبوت. كنت اشتركت في مسابقه 3 سنين ورا بعض 4 مرات، وفريقي وانا خدنا المركز الاول على مصر وخدنا جايزه على مستوى العالم، ومن وقتها واحنا مدربين. فالمسابقه دي اسمها فيرست ليجو ليج، عشان لو حد يعني مهتم يعرف هي ايه. عموما في ناس كتير جدا بتدرب للمسابقه دي ومشهوره جدا، يعني تقريبا دي اقدم مسابقه روبوت معموله في مصر. المهم ان مسابقه الاكسبلور هتكون موجودة ان شاء الله بعد يومين. هي في فئتين، عندنا اكسبلور وتشالنج. الاكسبلور دول الولاد الصغيرين، والتشالنج الكبار. انا بدرب في الاتنين، بس طبعا احباب قلبي الاكسبلور لان انا بحب الاولاد الصغيرين اكتر بصراحة، والكبار برضو كويسين بصراحة بحبهم قوي، بس بحس ان انا بستمتع اكتر في الاكسبلور. المهم يا جماعة، دي اول حدث هيحصل. تاني حدث بقى يعني بصراحة مش عارفة اقولكوا عليه دلوقتي ولا بعد شوية. المهم انها حاجة بجد انا لو قعدت اتخيل انها ممكن تحصل ما كنتش هجيبها. يعني مش عارفة بقى يا جماعة، مش عارفة. توقعوا مثلا ممكن تكون ايه. متحمسة قوي ليها، متحمسة قوي قوي ليها، ومتحمسة اخدكم معايا. متحمسة برضو ان انا اخدكم المسابقة. بصراحة انا عمري خدتكم المسابقة ولا عيشتكم معايا بقى اجواء المسابقة. اصلا ما بتكلمش على تدريب الروبو ده كتير ابدا، معرفش ليه. بصراحة أغلب الوقت في الدراسة ببقى بصيحة على المذاكرة، فببقى أي حياة تانية غير الحياة الدراسية مش مركزة عليها. بس عامة يا جماعة دي جوانب تانية من حياتي. أهلا وسهلا بيكم. متحمسة جدا أخدكم بجد المسابقة، متحمسة جدا أخدكم الحاجة التانية. عموما أنا ممتنة جدا والحمد لله على كل الفرص اللي ربنا بيديها لي، وأظن إن دي حاجة بجد يا جماعة أنا مبسوطة أنا اتعلمتها، ان انا اكون ممتنة على كل الفرص، حتى لو في اوقات بتكون صعبة، واوقات بتكون متعبة، واوقات بكون مش قادرة ومش عايزة اكمل في اي حاجة، بس ربنا سبحانه وتعالى بيقويني وبيخليني اكمل، فالحمد لله. انتوا كمان يا جماعة احمدوا ربنا على كل حاجة، الحمد لله على كل شيء. يلا بينا بقى هننزل علشان المسابقة التجريبية. جاهزين؟ انتوا لازم تردوا عشان اعرف هبدأ ولا مش هبدأ. جاهزين؟ عايز بقى اسمع صوتكم. يا اهلا وسهلا بيكم في حفل ختام مسابقات فيرست ليجو ليج اكسبلور 2025. تعالي بصي ده في مس السمكة دي لو لزقت على جلد البني آدم. ماما ميمو، ماما الحقي ميمو. بصي حلوة قوي، مرعبة قوي. بصي العجوزة اهلا يا اصدقاء. انتوا مش متخيلين بقى دلوقتي انا رايحه فين بجد. رايحه الايفنت يوتيوب عزموني ليه، متخيلين يا جماعه؟ انا كنت على طول بتفرج على الفيديوهات دي اللي هو يوتيوب عزموني اروح ما اعرفش ايه وكده، ببقى اللي هو واو دي حاجه كبيره، بس انا دلوقتي فيها بجد متحمسه جدا ان انا اخدكم معايا يا جماعه. يلا بينا. ابلكيشن ببلاتفورم المحاط بقلبي. يعني مثلا انا بعمل دلوقتي محتوى عن فيها جامد قوي. المهم فدي نقطه في البيرسونال براندنج. اهلا يا جماعه، النهارده يوم الجمعه، حاسين ان انا شكلي غريب
فانا بصور بالكاميرا اللي ورايا يا جماعه، الكواليتي احلى بكتير. انا بجد مش عارفه انا كنت بعمل ايه في حياتي وانا بصورش بالكاميرا اللي ورا. انا لو حسيت ان انا مش بصلكم برضو عشان مش عارفه المفروض ابص فين مش عارفه خالص. المهم هتعلم ويعني هنواكب الموضوع ده سوا. النهارده كان يوم منتج يا جماعه، والله العظيم الحمد لله الحمد لله. النهارده اول يوم جمعه من ساعه ما خدت الاجازه اكون مستريحه فيه ومش ورايا حاجه اعملها، بجد بجد كان يوم جميل. عملت ايه يا جماعه؟ مشيت 10,000 خطوه بتوعي، وجهزت شويه حاجات، كتبت يومياتي، بس في حاجات عايزه اكتبها برضو هنكتبها سوا يعني. وبس انا قاعده في الحياه الجميله، محتاجه بس ان انا ابني لنفسي روتين مسائي وروتين صباحي، علشان اول بقى ما الدراسه ترجع ابقى عندي الحاجات اللي انا عارفه ان انا بعملها. فعايزه اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها مثلا في روتيني المسائي. النهارده هنمسك الروتين المسائي. هتكون الحاجات ايه يا جماعه؟ انا هكتبها، يعني انا كتبتها بس عايزه اكتبها في سنيكي نوت واعلقها حواليا. ايه بقى؟ ان انا قبل صلاه المغرب بعد صلاه العصر يعني، او الاذكار المساء، ان انا امشي 10,000 خطوه بتوعي، ان انا اقرا ورد القران بتاعي واغسل وشي واسناني. في قرار خدته ان انا مش عايزه امسك التليفون خالص 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 قبل ما انام ولا اول ما اصحى، عشان بجد يا جماعه دي حاجه سيئه جدا. فالمفروض ان انا بدل بقى مسكان الموبايل ممكن اقرا كتاب. فانا الكتب بتاعتي حطاها في الدرج هنا، كنت بحطها هنا زمان، بس حسيت ان انا مش بستخدمهم كتير بصراحه، ما بطلعهمش كتير، فحطيتهم في الادراج دي من جوه خالص. الادراج دي قوية جدا، فمحتاجه ان انا اطلع كتاب ويبقى ده الكتاب اللي انا بتسلى عليه يعني، بلهي مخي بيه. فيلا بينا يا جماعه نطلع الكتاب ونكتب يومياتنا. عارفين يا جماعه انا الجورنال بتاعتي بقى لها كام مره كده تحفه جميله. شايفين دي؟ شايفين الصفحه دي؟ رائعه مذهله. استنى اجيب لكم صفحه كمان. شايفين دي يا جماعه؟ ابداع. احلى حاجه يا جماعه ان انا وانا بصور من ورا انتوا شايفين الحاجه مظبوطه، كل حاجه مظبوطه. بصوا دي انا وريتها لكم قبل كده، بس فعايزه اعمل برضو صفحه من الصفحات الجميله دي نقعد نكتبها دلوقتي واطلع الكتاب. وعلى فكره النهارده 31 يناير، فانا لسه باقيلي شويه في صفحات يناير. بصوا ما خلصتهمش لان انا كنت مشغوله جدا جدا جدا، فما كنتش بعمل جورنالينج. فيلا بينا اهو يا جماعه البتاع، يعني الكتب جوه خالص. انا مش عارفه انتوا بجد شايفين حاجه منها؟ يعني عندي حاجات كتير قوي هنا. بصوا اي حاجه لخبيط بحطها هنا. ثانيه واحده خلينا بنحفر عشان نوصل للكتب. بصوا بقى الكتب ايه، عندي مليون نوت بوك بجد يا جماعه، عندي نوت بوكس كتير قوي. هي الكتب اهي، وصلنا للكتب. انا كنت بدات رسائل من القران على فكره بس ما خلصتوش، فممكن اخده واقراه عشان هو اول واحد برضه مش قادره اطلع اكتر من كده. هقرا لكم يا جماعه صفحه واعتبروا ان دي رساله. اوكي يلا بينا. بسم الله. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نحن في هذه الدنيا نمشي وفق قدر الله سبحانه وتعالى. المرض الذي أصابك لم يكن بإمكانك تجنبه، والموت الذي نزل بحبيب لك كان سيقع مهما حاولت، والوظيفة التي فقدتها كنت ستفقدها ولو مسحت كل صباح حذاء مديرك. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يربط على القلوب. اعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ويقول الحسن البصري إن لم نؤجر إلا فيما نحب قل أجرنا، وإن الله كريم يبتلي العبد وهو كاره ليعطيه الأجر. بس يا جماعة رسالة ليا وليكم. تأثرت بصراحة، أنا مش عارفة ما خلصتش الكتاب ده ليه بجد. أنا ضيعت الصفحة اللي أنا كنت فيها، عايزة أطلعها تاني. أنا لازم أخلصه إن شاء الله. هيفضل على طول على المكتب. الوقت بالليل دلوقتي وهكتب يومياتي. يلا بينا يا جماعة نكتبهم سوا. هكتب على الصفحة دي ان شاء الله. ما تعرفوش يا جماعة فانا بجمع اقلام كتير جدا، عندي اقلام كتير قوي قوي يعني بشكل مبالغ فيه، لدرجة ان انا عندي، استنى اوريكم، عندي دي كاملة اصلا لسه ما اتفتحتش، وعندي 2 مفتوحين، عندي اقلام كتير يعني الحمد لله. صباح الخير يا جماعه، ايه الاخبار؟ امبارح حسيت ان انا ممكن يجيلي برد،
بس يعني انا لسه لحد دلوقتي حاسه ببوادر البرد دي عارفينها، بس بعمل نفسي مش واخده بالي منها. قرات شويه من الكتاب وكتبت يومياتي معاكم امبارح، بس مش فاكره هل انا وريتكم الصفحه ولا لا. ممكن اوريها لكم كده اهي، هي دي. حاسه انها جميله قوي بصراحه يا جماعه، ظريفه قوي. المهم ان انا دلوقتي هنزل علشان اتمشى. بمشي يا جماعه 10,000 خطوه في اليوم، والحاجات دي انا بقالي فتره حلوه يعني بعملها بصراحه رائعه. مش عارفه يعني بحس انها يا جماعه كاني بستثمر في نفسي، فاهمين؟ انه دي حاجه بعملها لنفسي قوي، زي مثلا كتابه اليوميات دي بعملها لنفسي قوي، القراءه بعملها لنفسي قوي، فاهميني؟ الحاجات اللي انا بحس ان انا بعملها لنفسي بس دي بحس انها استثمار، فاهميني؟ فاظن ده هيكون فيديو النهارده، اتمنى تكونوا استمتعتوا معايا فيه يا جماعه. انا بتبسط قوي قوي لما بشارك معاكم ذكرياتي، وفيديو النهارده مليان ذكريات، فاتمنى تكونوا استمتعتوا. وبس كده يا اصدقاء، يلا سلام.